أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الآن سنتكلم عن تونس. تونس ذلك البلد الصغير لديه سمعة سيئة عن نفسه، سمعة خارجية يعني، كلبنان. في التلفاز، الإعلام اللبناني والإعلام التونسي بالمثل. من بني جلدتنا يتكلمون لغتنا، ولكنهم أعداء. فتونس في زمن من الأزمنة المتأخرة بعد 900 هجري، نحن الآن في 1445 هجري، في شهر صفر. أنجبت رجلين عظيمين في جيل واحد، حكمت بهما العالم حتى وإن لم تحتل الأراضي فقد حكمت العالم. هي التي فرضت التجارة بين الصين وبين الدول البيزنطية، وقبلهم بالدول الرومانية الأولى وليست الحديثة، مثل روسيا والبيزنطيين الحاليين، دويلات الصليب، أوروبا. يسمونه الغرب في فنزويلا أيضا الغرب. لماذا اقتصرت الغرب على نفسك؟ فالأسماء تسمى بمسمياتها. مثل العراق الله أكبر، السعودية لا إله إلا الله محمد رسول الله، هم دول صليبية يضعون الصليب. الدنمارك التي تعين على قتال الروس، وفلاديمير بوتين قالها لهم: Venez tous, je vous emmerde. فعبيد الله المهدي مؤسس الدولة الفاطمية كان في تونس وحكم سنة 909. ويوسف بن تشافين الذي بنى دولة المرابطين من المغرب، من نصف الجزائر والمغرب إلى إسبانيا، إلى حدود طوليتلة نصف إسبانيا، لأن المرابطين انتصروا في الحرب التي وحدت الممالك إشبيلية وغيرها، ولكنهم لم يقدروا على استرجاع طوليتلة التي سقطت في بداية في نهاية حقبة دول الطوائف، دويلة الطوائف في إسبانيا. كانت مملكة إشبيلية وحدها وحسنوا لحالها. مرابطين وحدوا ذلك ولكنهم لم يقدروا على استرجاع فالنسيا. خاضوا حروبا أخرى، منها في انتصروا فيها وفي حرب انهزموا، في حروب انتصروا وفي حرب واحدة انهزموا. ثم قامت على أنقاضهم دولة الموحدين التي دامت 200 سنة أو 100 سنة أيضا. المفيد أنجبت رجلين تونس: عبيد الله المهدي الذي هو من حفيده ابنه القائم بأمر الله، المكنى بالقائم بأمر الله، والثاني المنصور بنصر الله، والرابع المعز دين الله الذي أسس الأزهر. لأن تونس فتحت مصر، حاربت مصر العباسية في ذلك الوقت، وانتصرت عليها في أواخر العهد العباسي، انتصرت عليها الدولة الفاطمية. فأنجبت أسست الدولة الفاطمية تونس. لمن لا يعرف تونس، أسست الدولة الفاطمية. هاي حكمت العالم مرتين. تونس حكمت العالم مرتين. مرة في عهد
مرة في عهد الفاطميين عبيد الله المهدي، ومرة على يد الشطر الآخر في دويلات الصار في نصف أوروبا، في قلب أوروبا أو في أطراف أوروبا، على يد يوسف بن تشافين. هؤلاء أولئك كانوا المرابطين، يلقبون بالمرابطين، الذي أسسها عبد الله بن ياسين الإمام ياسين، ثم آلت إلى يوسف بن تشافين فحكمت مرتين، أسست الحكم مرتين. جميل دو سنتروا. لابد من ثلاثة الأثاث. هذا تاريخ يا حبيبي. اللهم اغفر لي والمؤمنين والمؤمنات، والسلام على من تبع الهدى.